كلمتين خفاف كده وفيديو سريع هقوله لك على السريع بيتكلم عن الشخص الاسطمبة. الشخص الاسطمبة ده لما تيجي تطلب منه طلب تلاقي الرد بتاعه واحد: عينيا حبيب قلبي انت تؤمرني، انا تحت امرك. وبعدين تكتشف بعد كده ان هو بيسوحك، يعني مثلا يقول لك ايه، تقول له مثلا انا طالب منك الخدمه الفلانيه، يقول لك عيب يا جدع، عينيا ليك، انت بس اول ما تنوي قول لي ومالكش دعوه. فتنوي وتروح تقول له، فبيبقى هو اول ما عرف خلاص، تلقى المعلومه ان انت خلاص هتبدا، وعرفت خلاص ان انت هتبدا، يبدا يقفل تليفونه او ما يردش عليك او يتجاوز عنك خالص. تكلمه اذا رد يقول لك معلش اصل انا نسيت، اصل لسه شويه، حصل عندي ظروف، اصل ابويا تعب، اصل ماما تعبت، اصل انا وديت اخويا امبارح المستشفى، ويفضل يماطل فيك. انا هطلب منك طلب يلخص عليك ويوفر عليك تعب قلبك مع الشخص ده، بانك انت اطلب منه الطلب مره، لو ما استجابش اطلب التانية، لو ما استجابش اطلب التالتة وما تطلبش تاني. الشخص ده في الغالب بيبقى عنده اسطمبة معينة كده بيقولها للناس كلها، أو لشخص معين هو مش عايز يخدمه، هو بس بيتكلم كتير لكن هو في الواقع كل كلامه على مفيش أي حاجة ممكن إن أنت تستفيدها منه. الشخص الاسطمبة ده بيبقى حاجة من الاتنين: لا إما هو بيحب يعني يعد ويمني الناس اللي حواليه إن هو يعمل لهم حاجة، أو بيبقى في شخص معين مثلا يطلب منه الطلب ده ولهدف ما أو لعداوة ما مع الشخص ده مش عايز يعملها له، أو بيبقى هو عايز يخلي الشخص ده يحس ان هو محتاج له قوي، عشان يوم يعني لا قدر الله ما يعمل له المصلحة دي يحسسه يا سلام ده انا عملت لك اللي محدش اتعمل، ده انا قعدت اعمل واسوي وفي الاخر اصلا هو في ايده من الاول انه كان يعمل الحكاية دي. الشخص اللي تطلب منه الطلب اكتر من 3 4 5 مرات وتلاقيه بيسوفك او بيسوحك او بيديلك اعذار وهي، اعرف ان هو مش عايز يعملها لك. وما حك جلدك مثل ظفرك، مفيش ايد هتحك جلدك زي ضفرك. لما تيجي مثلا حته تهرشك هنا كده وتخلي حد يهرش لك، مهما هرش لك مش هتبقى زي ايدك لما بترجع هي ورا كده وتهرش لك، بتريحك اكتر بكتير. حاول تعتمد على نفسك وما تعتمدش على الناس. اذا ربنا يسر لك بني ادم ادالك الطلب بتاعك، خير وبركه. قابلت الشخص الاسطمب ده طلبت منه مرة واتنين، ما تطلبش التالتة، وان طلبت التالتة بالكتير ما تطلبش الرابعة، عشان لو طلبتها هيفضل يحطك في احراجات وممكن يقول لك نسيت، ده انا نسيتك خالص، ده انا طنشتك خالص، ده انا ويحسسك ان انت مثلا ممكن تكون لهدف جواه ان هو مش حابك او ان هو مش عايز لك الخير، او لان هو بيستعرض هو كلامنجي على الفاضي، او لان هو بيحب يخلي الناس تترجاه عشان يعمل لها الحكايه دي. دي كانت معلومة بسيطة عن بعض الأشخاص اللي بنواجهها يوميا. فبقول لك ما تحاولش إنك تلجأ لحد، حاول تعتمد على نفسك وعلى الله، على الله طبعا قبل كل حاجة ثم على نفسك، لأن دايما الإنسان ما بيأديش خدمته بأفضل وجه غير هو. شكرا ليكم وأرجو إنك تكونوا استمتعتوا معايا في الحلقة دي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.